جرام الذهب يقفز إلى 1468 جنيه، ورئيس الشعبة يكشف سبب الارتفاع المتواصل للسعر. قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن أسواق الذهب غير مؤهلة خلال الفترة الحالية للاستيراد من الخارج، حيث يتم الاعتماد على الكمية المتواجدة في الأسواق. وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بوقف استيراده نظرا لنقص السيولة الدولارية هي السبب الرئيسي، موضحا أن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في سعر الذهب، لعل أهمها البورصة العالمية وقانون العرض والطلب وسعر الدولار. وأكد أن المتحكم الرئيسي في الأسواق خلال الثلاث أشهر الماضية هو عامل العرض والطلب، وهو الذي يتحكم في الأسعار بشكل كبير. وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة قلة المعروض وارتفاع الأسعار العالمية هما كلمة السر في تذبذب الأسعار، مضيفا أن الفترة القادمة ستنتهي الأزمة وتستقر الأسعار. بالنسبة لصناعة الذهب، أوضح واصف أن صناعة الذهب أو المشغولات الذهبية في مصر يصل للعالمية. أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية ليوم 30/11/2022، حيث سجل عيار الذهب عيار 24 1677 جنيه 75 قرش، وعيار 22 1538 جنيه، بينما سجل عيار 21 1468 جنيه، وعيار 18 1258 جنيه 25 قرش. أما عيار 14 فسجل 978 جنيه 75 قرش، وعيار 12 سجل 838 جنيه 75 قرش.